كل نوع بلي وليه الرقم والكود المخصص ليه على حسب الشركة المصنعة، وده مش مجرد أرقام وحروف، لأن هنا كل رقم بيعبر عن حاجة خاصة بالبلية نفسها. تعالوا نحط مثال ونشرح عليه. عندنا أشهر نوع بنشوفه اللي كرتونته بالمنظر ده، ودايما واحنا بنغير البلية بنقول عايزين بلية 6206 مثلا، واحنا مش عارفين ايه معنى الرقم ده. فتعالوا نشرح الكلام ده. لو جينا لقينا بلية مكتوب عليها كود 6206 2 ار اس، أول رقم اللي هو 6 بيعبر عن صنف أو عيلة البلية، لأن البلي يعتبر عائلات زي ما واضح قصادكم كده، وكل عيلة ليها رقمها. فهنا البلية اللي عندنا نوعها سنجل رو ديب جروب بول بيرنج، اللي هي البلية العادية اللي البلي فيها على شكل كور وعلى صف واحد، وده رقمها 6. تاني رقم اللي هو 2 ده بيحدد اللود أو قدرة تحمل البلية، وكل ما كان الرقم كبير كل ما كانت البلية أكبر قدرة على تحمل الأحمال العالية، وقطرها الخارجي أكبر. فهنلاقي الرقم ده بيكون 0، وده للأحمال الخفيفة جدا، ولو 1 فده تحميل خفيف، ولو 2 أو 3 ده تحميل متوسط، ولو 4 ده للأحمال العالية والثقيلة. واحنا عندنا النوع ده مكتوب فيه 2، وبالتالي البلية دي للأحمال المتوسطة. أما آخر رقمين بيعبروا عن القطر الداخلي للبلية أو قطر العمود اللي هتركب فيه البلية. طيب إزاي؟ لو هنطبق على المثال اللي عندنا ده، فاحنا هناخد الرقم الموجود اللي هو 6 وبنضربه في 5 هيساوي 30 ملم، وبكده ده القطر الداخلي للبلية أو قطر العمود اللي هتركب فيه. بس القاعدة والقانون بينطبق على الأرقام اللي من 4 للأكبر من 4. أما لو لقيت الرقمين الأواخر 00 فده معناه إن القطر الداخلي للبلية 10 ملم، ولو لقيته 01 ده معناه إن القطر الداخلي للبلية 12 ملم، ولو لقيته 02 ده معناه إن القطر الداخلي للبلية 15 ملم، ولو لقيته 03 ده معناه إن القطر الداخلي للبلية 17 ملم. والأرقام دي ثوابت. وكده خلصنا من أول كود. نخش على الجزء التاني واللي بيعبر عن الغطا الخاص بالبلية. عندنا نوعين من الغطا، في غطا صاج وغطا كاوتش. الغطا الصاج كوده زد، والغطا الكاوتش كوده ار اس. فلو البلية بغطا صاج واحد بس والجنب التاني مفهوش، فهنلاقي مكتوب في الكود زد. ولو لقيت البلية زي العادة متغطية من ناحيتين بغطا صاج، هنلاقي مكتوب 2 زد أو زد زد. ولو البلية بغطا كاوتش من الناحيتين بيكون مكتوب 2 ار اس أو 2 ار اس اتش. وبرضه لو لقيته مش كاتب لك الجزء ده، فاعرف إن البلية من غير غطيان. كل غطا ليه مميزاته. فالنوع اللي بيكون بغطا صاج بيشتغل في السرعات العالية والحرارات العالية، ولكن التطبيقات اللي بتكون فيها رطوبة ومية بيكون دخول المية للبلية أسهل وبتصدي. والنوع اللي غطاه كاوتش بيحميك من دخول المية، لأنه بيكون زي الأويل سيل، ولكن ما يقدرش يشتغل عند السرعات العالية عشان الحرارة. فلو انت عارف كل كود على العلبة بيعبر عن ايه، مش هتضطر تفتح العلبة وتبوظها وتشوف هل غطاها كاوتش أو صاج. ساعات بنلاقي مكتوب جنب الكود 2C أو 3C. الكلام ده هنشرحه في فيديو قريب، فانتظرونا.